الشاشة اللي هكلمك عنها النهاردة هي واحدة من أفضل شاشات الألعاب الاقتصادية، وهديك شوية أسباب أنت ليه ممكن تقتني الشاشة دي. وبالمناسبة هي واحدة من أكتر الشاشات اللي اتطلبت في التعليقات في الفترة الأخيرة، هي والام بي 24 3 x من MSI. الجي 244 اف مش بس تعتبر أفضل شاشة اقتصادية، بل كمان الأسرع بين كل الشاشات الاقتصادية الموجودة حاليا، سواء كنت جايبها عشان الألعاب، مش بس الألعاب التريبل اي أو ألعاب الجرافيكس العالي، وإنما كمان عشان الألعاب الكومبيتيتيف او الالعاب التنافسيه، او حتى لو جايبها عشان شغل ليه علاقه بالالوان. الشاشه فعلا تعتبر حل اقتصادي غالي حبتين عن ما انت متعود، بس مميزه جدا، وخليني اقول لك ليه. اولا الشاشه بتيجي بالحجم التقليدي للشاشات الاقتصاديه ال 24 بوصه، وطبعا زي ما انت عارف ان الاشهر في الفئه دي هو الحجم ده مع ريزولوشن 1080 بي او فول اتش دي، وده عشان سهل جدا ان كروت كتيره من المتواجده في السوق تقدر تتعامل معاه بكل سهوله. الفريم بتاع الشاشه رفيع جدا وغير ملحوظ بالمره، كذلك البلاك بارز التقليديه بتاعت اي شاشه ال سي دي او ال اي دي حجمها قليل، فهتديك احساس ان الحاجه المعروض عليها واخده نسبه كبيره جدا من الشاشه. ثانيا البانل اللي من نوع اي بي اس، ومش اي اي بي اس، وانما حاجه بتستخدمها ام اس اي دايما في الشاشات السريعه، اسمها رابيد اي بي اس، او اللي تعرفه في بعض البراندات الثانيه باسم فاست اي بي اس. استخدام البانل دي عشان يخدم حاجتين، اولا طبعا الالوان، ثانيا السرعه. بالنسبه للالوان فالشاشه الوانها ممتازه جدا، وده مش بالعين المجرده، احنا خلاص كبرنا ومبقاش ينفع نقول ان الشاشه الوانها كويسه كده وخلاص، لان على حسب جهاز المعايره او الكاليبريتور، اللي هو عباره عن عدسه بتقيس مدى دقه الالوان اللي طالعه من الشاشه، وبتقيس كمان تدرج اللون الواحد مع الالوان الثانيه طبقا للمعايير المتعارف عليها سواء في البرامج او حتى في الكاميرات. هتلاقي ان الشاشه بتغطي نسبه 98% من الاس ار جي بي، بس النسب الاهم خصوصا الايام دي هي نسبه الادوبي ار جي بي والدي سي اي بي 3، لان دولت رينجات اكبر بكتير من الاس ار جي بي. الادوبي ار جي بي مثلا اللي نسبه كبيره من الناس بتعتمد عليه سواء في الكاميرات او عدد كبير جدا من البرامج، الشاشه بتقدر تغطيه بنسبه 88%. اما الدي سي اي بي 3 اللي هو مستخدم في كتير جدا من الاجهزه الديجيتال، وهو معيار مهم جدا في مدى جوده دقه الشاشه، فالشاشه هنا بتغطيه بنسبه 91%. ودول نسب كبيره مش بس على مستوى شاشات الالعاب، ده كمان على مستوى شاشات الالوان. غير كده ان الاهم من نسب التغطيه هو دقة اللون نفسه اللي طالع من الشاشة. الشاشة نسبة الخطأ فيها قليلة جدا في عرض اللون الواحد. معظم الألوان بالأخص الألوان الصريحة نسبة الخطأ ما بتتعديش الواحد على مقياس الدلتا إي. أكبر نسبة خطأ بتبان في الألوان المعقدة أو الألوان الأقرب للون الأسود، وده عشان طبيعة تكوين الشاشة نفسها، إنها من الأساس مش فاهمة يعني إيه لون أسود، اللي هو الكود بتاعه عبارة عن مجموعة أصفار، على عكس تكوين الشاشات الأوليد اللي الأسود فيها لون ولون مميز ومهم جدا، لان هنا البكسلات بتقدر تتعامل معاه على انه لون عادي فبتطفي نفسها. حتى نسبة الخطأ اللي كانت موجودة في عرض الالوان ما تعدتش الاتنين من الدلتا اي، اقصى حاجة كانت في لون واحد بنسبة 1.68%. انت عارف امتى بنعتبر شاشة كولر كوريكشن بتطلع الوان ممتازة وسعرها بمئات الجنيهات او الدولارات؟ لو كل الالوان بتساوي او بتقل عن دلتا اي 2. فالوان الشاشة حتى الان ممتازة جدا، وتقدر تعتمد عليها في برامج مونتاج او برامج الجرافيك ديزاين، هتاخد منها بناء على النتائج تجربة كويسة جدا. غير كده كمان ان توزيعة الاضاءة نفسها في الشاشة ممتازة، وده يمكن من الاسباب اللي ساهمت كتير في ان دقة الالوان تطلع بالشكل الممتاز ده. بالتالي البليدنج بتاع الشاشة في الخلفيات الغامقة مش موجود، وتأثير الباك لايت على الالوان كمان مش كبير. الجزء المهم اللي بتساهم فيه البانل هو انها في الالعاب برضه ممتازة، وده خلي بالك اصلا التارجت الاساسي من الشاشة، وده كمان السبب اللي يخلينا اصلا نقول انها احسن واسرع شاشه اقتصاديه. اولا هي جايه بريفريش ريت نيتف 170 هرتز، وهو الاعلى حاليا ما بين الشاشات الاقتصاديه المتاحه، ما هواش فارق كتير عن ال 165 هرتز المنتشر في السوق، ولكن بالارقام هو اسرع، لكن كتجربه مش هتحس بحاجه. الميزه الاكبر هو الريسبونس تايم. انت فاكر اني قلت لك انها رابيد اي بي اس او ما يعرف بالفاست اي بي اس، وكل شركه بتسميه بشكل مختلف عن الثانيه، بس الفكره
الفكره في الاخر واحده، وهو ان زمن الاستجابه بيكون 1 ملي سكند من نوع جراي تو جراي، وهو دايما وابدا الاسرع من الام بي ار تي. الفكره ان الام بي ار تي ليه علاقه بالبكسل هتفضل منوره او ظاهره على الشاشه امتى، في حين ان الجراي تو جراي ليه علاقه بسرعه تغير البكسل نفسها من مثلا اللون الرمادي للون الرمادي مره ثانيه، عشان كده بيتقال عليها جراي تو جراي. ففي الطبيعي الجراي تو جراي اسرع من الام بي ار تي، حتى لو الام بي ار تي ده نص ملي سكند. عشان كده في تقنيات بتساعد معاه زي مثلا الموشن بلو ريدكشن او الاوفر درايف، اللي بالمناسبه متواجدين هنا كمان في الشاشه، بس تقريبا مش هتحتاجهم لان الوضع الافتراضي للشاشه سواء على الالوان او في الالعاب ممتاز جدا، مش هتلاقي اي جوستنج او اي بلور افكت. ده طبعا بالاضافه لدعم الفري سينك من اي ام دي المتوافق مع كروت انفيديا بشكل طبيعي جدا. فحتى التقطيع او الستاترنج اللي هو الاهتزاز الناتج عن تغيير الفريمات الكتير في الالعاب وبالاخص التنافسيه منها مش هتشوفه، حتى لو الكارت بتاعك بينتج اكتر من 170 فريم في الثانيه الواحده. تجربه الشاشه ممتازه جدا وتكاد تكون كامله، والكمال طبعا لله وحده. يمكن دي اهم اسباب تخليك تفكر تقتني الشاشه دي. ضيف بقى على كده ان الشاشه جايه بديسبلاي بورت 1.2 وده اكتر من كفايه للشاشه حتى لو كانت 4K مع 2 HDMI 2.0B، فمتوافق مع اجهزه الكونسول، وفي كمان مكان تعدي منه الكابلات. الشاشه بالمناسبه زي ما قلت فيها موشن بلو ريدكشن، بس مش محتاجه لان كده كده التجربه ممتازه من غير اي اضافات، وما بتشتغلش الا لو هتفعل الاوفر كلوك للديسبلاي بورد، ووقتها هيقفل معاك الادابتيف سينك او التزامن وهيخلي البرايتنس بتاع الشاشه اقل. بصراحه ما حسيتش اني محتاجه وقت ما بجرب الشاشه لان مواصفاتها الحقيقه كانت اكتر من كفايه. التحكم في اعدادات الشاشه عن طريق الجويستيك ومفيش اي زراير تانية خالص، هو الزرار ده اللي بيعمل كل حاجه. استخدامه سهل جدا وبسيط وسريع جدا، وكمان الاعدادات متنظمه بشكل كويس، وفي سوفت وير يقدر يتحكم في الشاشه، بس ما انصحش انك تستخدمه. السوفت وير بتاع MSI اسمه ديسبلاي كيت، وهو برنامج بسيط جدا ويمكن فيه اعدادات كتيره جدا في الشاشه مش موجوده فيه، بس ما بيقراش الشاشه صح او ملوش علاقه بقرايات اعدادات الشاشه. فمثلا لو غيرت في البرايتنس هتلاقي الشاشه فتحت جامد مع انها اصلا على 100% من البرايتنس. البيك برايتنس بتاع الشاشه بالمناسبه 229 ونص، وده يعتبر قليل شويه، كان محتاج يكون رقم افضل من كده. 250 ل 300 هيكون اكتر من كفايه. طريقه التركيب بالاخص عند نقطه تثبيت الشاشه في الستاند محتاجه تدخل بالمفك، وكمان ما بتتحركش غير في التلت اب والتلت داون، وده بيصير نقطه في نفس شويه وهو سعر الشاشه. سعرها في السوق المصري من 6600 ل 6700، سعرها بره مصر 130 دولار، وفي الامارات سعرها 623. سعر في مصر مقارنه بالدولار على الله حكايته. كسعر على شاشه اقتصاديه يعتبر غالي جدا، بس هي اسرع كتردد وكمان كاستجابه، وفعلا تجربتها ممتازه جدا والوانها تقريبا الافضل. ده غير ان تاثير الباك لايت فيها مش كبير زي معظم الشاشات الاقتصاديه، بس كسعر الشاشه حركتها مقتصره على التلت اب والتلت داون هي غاليه شويه. لو ما عندكش مشكله في موضوع الحركه ومتقبل السعر ده، فانا بصراحه شايف انها اختيار اكتر من ممتاز، سواء كنت عاوزها للالعاب او عاوزها لشغل ليه علاقه بالالوان او عاوز تضرب عصفورين بحجر واحد، سواء كان للبي سي او لللابتوب، او هتتفرج على حلقات القناه اللي هتجيلك لما تعمل سبسكرايب وتفعل جرس الاشعارات وتقول لي رايك تحت في التعليقات، وطبعا لايك لو الحلقه عجبتك، وقول لي عاوز تشوف ايه مراجعات الفتره اللي جايه. ولحد الحلقه اللي جايه، سلام.